بيتدخل اكثر او مين تدخل بتربيتهم اكثر، حضرتك ولا والدتهم؟ والدتهم طبعا ليها الفضل الاول في تربيتهم، لانه هم عاشوا معاها فتره طويله جدا. انا كنت موجود، يعني عمري ما غبت، يعني يوميا كان في بينا تليفونات وزيارات كاننا لم ننفصل الحقيقه. وهم عاشوا معاها فتره اطول مما عاشوا معايا، فيعني بشكرها على انها ربت رجاله بجد، ربت رجاله حقيقيين يعني. كان في انفصال؟ كان في انفصال بعد 13 سنه زواج. وهلا اصدقاء، يعني اصدقاء حقيقيين، في بينا ود وتراحم جميل جدا. فطرتوا برمضان سوا؟ اول يوم لازم في رمضان معاهم، لازم نقدر نحييها على الهواء. طبعا السيدة يعني سمية الألفي بدنا نحييها وبدنا نقول لها رمضان كريم، ان شاء الله يطول بعمرك وتضلك هيك على طول منيره على الشاشه وبحياتهم بحياه بالمناسبه هي اعتزلت. تضلك منيره بحياتهم. طبعا، بس هي اعتزلت التمثيل. بس بالاعمال يلي بنشوفها على طول اوقات. طبعا هي ليها اعمال كثيره جيده جدا، وهي كانت تختار بدقه يعني. صح وتحدثنا سوا قبل سنتين بهذا الموضوع، كنت عم بعمل انا والعسل وشفتها بالقاهره وسررت كثير بلقائها. ليه بيتم الانفصال؟ على طول المشاهير لازم ينفصلوا. يعني بتتزوج وبضجه وطبل وزمر كثير كبير انه النجم الفلاني يعني عقد قرانه على النجم، وبعدين فجاه بنلاقي انه لا، هي بالنسبه لنا كشرقيين اسمه ونصيب انه في الحياه الزوجيه توقفت عند حد معين، انما الحياه الانسانيه الحمد لله لم تتوقف على الاطلاق ولن تتوقف. النجم اوقات بتكبر براسه، بيقول انه انا بستاهل احلى واحسن واكثر من انسانه وحده. انا ما لقيتش زي سمية الألفي خالص. ما لقيت مثلها؟ لا. اوكي. ما لقيتش. لو الزمن هلا ما بدكم وسايط يعني، لانه اثنينات عم تقولوا فطرتوا سوا، ممكن يصير في يرجع يعني هيك ألفة اكثر عوده يعني؟ لا ما اعتقدش، لانه احنا كده كويسين جدا. انت تاني يعني كيف كويسين جدا يعني اصدقاء حميمين، هي بتتزاور معايا وانا بتزاور معاها والاولاد معانا. يعني في عادات. مين بيهتم فيك؟ يعني في عادات لا يمكن نتخلى عنها. اول يوم رمضان لازم الفطار، اول يوم العيد الصبح. كان قبل كده، يعني انا مشغول جدا دلوقتي، بس قبل كده كان يوم الجمعه ده يوم مقدس بنقضيه سوا بشكل عائلي. دلوقتي يمكن مش كل يوم جمعه، بعض الجمعه. ده اساسي في حياتنا. سفريات بنسافر سوا، رحلات بنعملها سوا. انت عدت الكره بعد سمية الألفي، يعني تزوجت رجعت؟ تزوجت مرتين. بس انا مش بتاع جواز بصراحه. اكتشفت ده في نفسي يعني ان انا لا اصلح للزواج. بتاع حب بس؟ انا راجل متعب. لا مش حب فقط، لا. شو؟ راجل متعب يعني. شو اسوأ شيء فيك؟ الفوضى. انا فوضوي. شو بتعمل؟ يعني كان في ازمات كثيره جدا ان انا دايما اطفي السجاير على الارض، اقول الارض طفايه كبيره، طفايه قد كده تعمل كده يعني ان انا يعني مش منظم خالص. بوهيميه يعني عندك؟ عندي فوضى كتير جدا في حياتي الشخصيه يعني، انما في عملي انا دقيق جدا وحريص جدا. تقديس لعملك عندك؟ تقديس لعملي، لكن في حياتي الخاصه انا فعلا فوضوي، فما فيش ست تستحملني يعني.